السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. جمعة مباركة عليكم يا رب. هنعمل مع بعض النهاردة سينابون رولز بطريقة سهلة جدا وبسيطة، ومكوناته كلها ان شاء الله موجودة في البيت بطريقة تحفة تحفة وسهلة وبسيطة، وطعمه يجنن وريحته قلبة كل البيت وهايش جدا، وعجينته تحفة تحفة. وانا عايزة اقول لكم انتوا هتعتمدوا العجينة ديت على طول ان شاء الله. كفاية ان هو طعمه رائع وريحته قلبة البيت، وهتعتمدوا الطريقة إن شاء الله وتعملوها على طول. يلا بينا نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خير ما نبدأ به كوباية وربع لبن دافي، لازم يكون دافي عشان الخميرة، ومعلقة كبيرة خميرة. ونحط معانا 3 معالق سكر أو 4، مش مليانين قوي. ونقلب كويس جدا الخليط بتاع اللبن مع الخميرة والسكر لحد ما الخميرة تتفاعل. سيبهم على جنب ربع ساعة، نرجع لهم تاني بعد ربع ساعة. الخميرة اتفعلت بتاعتنا، يبقى هي كده مظبوطة. نقلب كويس جدا لحد ما الخميرة ترجع تاني تدوب. لو أول مرة تتابعوني، ده مطبخ سعاد، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هنضيف كل السوائل بتاعتنا على اللبن والخميرة والسكر. معانا نص كوباية زبدة سايحة، أو زبدة على زيت أو زيت زي ما تحبي، يعني الموجود في البيت ممكن تستخدميه. هي نص كوباية بس، ممكن تستخدميها زيت أو ممكن الاتنين مع بعض. 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة، طلعوهم من التلاجة قبلها بشوية. ومعانا واحدة فانيليا. كده كل السوائل بتاعتنا ضفناها، نقلب كويس جدا لحد ما كل الخليط يتماسك مع بعضه، يبقى كله الزيت البيض كل الحاجات اختفت. هنحط على جنب. الخطوة بتاعتنا التانية، نجيب ده كوباية دقيق ممسوحة مش مليانة قوي. هنحط كمان ده واحدة 2. هنحط 3 كوبايات، كمان واحدة. ونحط السائل بتاعنا ونشوف ان احتاجنا تاني نزود واحدة واحدة، علشان ما يبقاش ايه معاكي تقيل، يعني ترجعي تزودي سائل، زودي دقيق احسن. هنحط 1 بيكنج باودر، وندخل طبعا كل الحاجات بتاعتنا. رشة ملح صغننة، ونقلب كويس جدا. وبعدين ننزل بالسائل بتاعنا، نقلب كويس. وطبعا اكيد هنبقى شايفين كان هو هيحتاج دقيق تاني، بس انا بقول لكم ان احنا لازم واحده واحده، ما نحطش كل الدقيق مره واحده عشان ما نرجعش نزود لا لبن ولا زبده. دلوقتي كمان هنزود كوبايه دقيق، بس برضو هنزودها بالتدريج نص نص. ادي كوبايه مش مليانه قوي. هو بيبقى بيلزق بس مش قوي، هنحط كمان نص. بحطنا 3. وادي كوباية ونص، 4 ونص. نلم العجينة بايدينا كويس، وطبعا هي مش هتسلك من ايديكي على طول غير لما ترجعي تغسلي ايديكي وترجعي لها تاني. هي بتاخد وقت بس عشان هي بتبقى بتلزق. في العموم هي بتلزق، بس يعني ايه مش قوي، بس التلزيق الخفيف خالص. فاحنا هنقعد نعجن فيها شوية لحد ما تحسي ان هي خلاص، يعني ايه بطلت تلزق في ايدك عامة. غسلت ايدي ورجعت لكم تاني عشان اتأكد ان هي خلاص، يعني سابت ايدي زي ما بيقولوا. هنحط كمان ايه معلقة دقيق واحدة بس، ونعجن كويس جدا. هي بتحب العجن شوية، عشان كل ما تعجني فيها كل ما تظبط معاكي. بس كده خلاص بدأت تسيب ايدي خالص.
هنبدأ بقى نلمها ونغطيها. هي بتبقى العجينة عامة بتلزق شوية يعني بصي في ايديك اللي بتعجني بقى تحسي ان هي بتلزق، ايديك التانية لا. نعمل بقى السكر والقرفة بتاعتنا، نص كوباية سكر مليانة كده، ومعلقة كبيرة، معلقة كبيرة قرفة. انا بعمل بقى بزوده حاجة كمان، يعني ايه بتديله طعم اغنى وريحة قوية اكتر، معلقة قهوة سريعة الذوبان. واحنا ايه يعني هننزلها شوية كده، هننخلها شوية كده، وناخد اللي احنا عايزينه شوية صغيرين ونقلبها، بتدي طعم وريحة بصراحة تحفة تحفة مع القرفة. حابة تضيفيها ضيفيها، مش حابة القهوة عامة خلاص هي كفاية قرفة، زودي القرفة شوية وخلاص. ومعانا كمان معلقتين زبدة كبار، هما شكلهم صغيرين في البتاع كده ليه هما كبار يلا تعالى ننزل بالعجينة بتاعتنا بعد حوالي ربع ساعة كده. نرش رشة دقيق عشان ما تلزقش معانا لحد بس ما نحاول نبططها، وننزل بكل الكمية بتاعتنا على الرخامة على الترابيزة زي ما تحبي، ونبططها كويس بقى، نفردها كويس خالص بالنشابة بتاعة العيش مثلا. نفرد لحد ما تبقى معاكي يعني حوالي نص سنتي. خلاص كده بدأت، خلاص خلصناها فرد. هنجيب بقى الزبدة بتاعتنا، وطبعا هي بتبقى بدرجة حرارة الغرفة عشان بتبقى سايحة شوية، هي نص سنتي بالظبط اهي. ونبدأ بقى نفردها كلها على وش العجينة. حابة تستخدمي سباتولا، حابة تستخدمي ايديكي زي ما تحبي، هي طبعا بايديكي احسن بس احنا هنستخدم السباتولا عشان التصوير، لان بايديكي بتبقى يعني بتدفي الزبدة فتلاقيها ساحت معاكي على طول. هنسويها كلها على وشها لحد ما كلها تبقى كلها زبدة زي ما انتوا شايفين. هي بتاخد شوية بس على ما تبدأ تفك خالص مع العجينة. كده فردناها خالص. ونبدأ بقى نجيب السكر والقرفة بتاعتنا ونرشها على الزبدة. طبعا لو مش عايزاها مسكرة قوي ممكن حبة رشة بسيطة خالص. هنفرد كلها على الوش كده عشان ايه تتشرب الزبدة، عشان ما تنزلش مننا بعد ما نقطعها. ولو حابة تخلي الزبدة الأول مع السكر والقرفة تدعكهم مع بعض وبعدين تنزلي بهم على وش العجينة زي ما تحبي، كده تنفع وكده تنفع. هي دقيقة أصلا وهتلاقيها الزبدة بدأت تشرب كل السكر والقرفة. بس كده خلصنا، يلا نلفها رولز. حاولي وانت بتلفيها رولز بالراحة، علشان كده وانت بتلفيها تحسي ان هي مش بتلف معاكي بسهولة عشان السكر مش بيخليها يعني ايه. هستخدمي ايديك الاتنين لحد ما تعمليها كويس، يعني السكر مش بيلزقها في بعضها على طول، فهتحسي ان انت محتاجة ايه تظبطيها شوية بايديكي زي ما انت شايفة كده الاتنين لحد ما ايه تحسي ان هي خلاص تزقيها تتلف مع بعض. بس خلاص كده بدأت تسلك كله، خلاص بدأ تتقل فهتلف مع بعض. هلفها معاكم لحد الآخر. أنا عايزة أقول لكم إن هي أحلى العجائن اللي انتوا بتعملوها، بتبقى ريحتها تحفة تحفة، وريحتها بتبقى قلب البيت، وبالذات مع القرفة بقى في الشتاء ده بدأنا دخلنا في الشتاء، فالحاجات ديت بتبقى ريحتها جميلة جدا في البيت. نحاول بقى نقفل كويس جدا الحرف عشان لما بنقطعها ما تتفتحش مننا. بس كده نظبطها كده خلاص، مش لازقة خالص في أي حاجة. هنقطع طبعا، عندك الخيط بتاع الأكل ممكن تقطعيه بو، عندك سكينة ممكن تقطعي بقى اللي انت عايزاه. الصينية بتاعتنا مدهونة دهنة بسيطة زيت.
انا هقطع بسكينة العيش عادي ما عنديش خيط. وطبعا التقطيع يعني ايه الحجم اللي انت عايزاه، يعني شوفي انت بتحبها عالية قوي، حباها مش عالية قوي، زي ما تحبي. ممكن تقطعي واحدة وتحطها جنبها وتقطعي ايه بعدها، يعني اللي بعدها بالظبط نفس الحجم، فتفضلي تقطعيهم كلهم نفس المقاس. احنا مش فارقة معانا نفس المقاس بصراحة، احنا فارق معانا الطعم كده خلاص، بعد ما خلصناه سايبين فراغات جنبها عشان ايه لما هتخمر هتكبر اكتر شوية. هنغطيهم مع بعض حوالي بالظبط ربع ساعة، ربع ساعة بس، وندخله ونولع الفرن وندخله. بعد ربع ساعة تعالى اوريكم. بسم الله ما شاء الله، يعني ما شاء الله كبرت شوية واما ندخلها الفرن بتزيد اكتر. عشان كده حاولوا من الحروف بتاعتها تكونوا ايه، حتى لو لقيتوا حرف فك ولا حاجة اضغطوا عليه بصوابعكم بالراحة كده، عشان ايه لما تدخل الفرن يبقى شكلها حلو. على الفرن درجة حرارة 180، في الرف اللي في النص، هي بتاخد حوالي بالظبط نص ساعة. وبعدين بنحطها تحت الشواية لو ما احمرتش من فوق، لو احمرت خلاص بالحرارة بتاعة الفرن خلاص نطلع عشان ما تنشفش. على الفرن بقى، الفرن بقى ولع قبلها بشوية 5 دقايق. شفتوا بدأت تكبر اهي، وريحتها قلبت الدنيا من قبل ما تطلع. يلا بقى نعمل الصوص الابيض بتاعنا، اسهل من كده مفيش. كوبايه سكر بودر، ومعانا كمان كوبايه لبن بودر. لو مش حابه لبن بودر عادي ممكن تضيفي لبن عادي بس. 4 مثلثات جبنه، وربع كوبايه زيت. حابه تضيفي زبده برضو ضيفي زبده، مش حابه انا بحب الزيت عشان بيديله لمعان. لما الزبده بيبقى لما بيقعد شويه بيبقى لونه خلاص، يعني تحسي لونه مطفي كده. وهنضيف كوباية لبن ورشة فانيليا، ونضربه في الخلاط ضربا ضربا لحد ما تحسي ان هو بقى سائل. يعني ايه، هو في الاول بيبقى خفيف، لما بتضربيه شوية زيادة بيتقل، كل ما تضربيه اكتر كل ما بيتقل اكتر يعني. انا عايزة اقول لكم هو طعمه جميل جدا جدا. صوص يعني ممكن تستخدميه كمان لو انتي بتعملي اي معجنات تانية. شكله وريحته تحفة. يلا بقى تعالوا نحطه على السينيبون. انا عايزه اقول لكم بعد 5 دقايق اول ما يطلع من الفرن، استنى عليه 5 دقايق بس، وبعدين نحط عليه. عشان ايه لو هو سخن قوي بتحسي ان هو بيشربه على طول وبيعجن. تعالوا اوريكم بقى كده العجينه الهشه بتاعتنا وشكله وريحته الجميله قوي. يلا نحط. بسم الله. وكمان ايه الصوص ده كل ما بتسيبيه فتره كل ما بيتقل زياده، يعني يعني تبقى ضربه في الخلاط تحس انه خفيف شويه، لو سبتيه شويه تحس ان هو تقيل. يعني هو كان في الاول خفيف عن كده، لما سيبناه ال5 دقايق دول تحس ان هو تقيل شويه. انا اوريكم بقى. وممكن كمان ايه نرش عليها كلها لو عندك شوكولاته او عندك كريم كراميل. انا كان عندي صوص الشوكولاته كنت عاملاه كوبايه لبن وكوبايه زيت وكوبايه سكر و4 معالق كاكاو. ده اسهل واسهل صوص شوكولاته، بيتعمل في ثواني وفي الخلاط، جميل جدا تستخدميه. هو كان عندي بس انا بعمله دايما على طول كده، جربوه برضو. بسم الله ما شاء الله، طعمها رائع رائع رائع. انا عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها. اعمل لهم حاجه حلوه النهارده. ونحط كمان لو عندك صوص كراميل مع شويه فول سوداني بقى يديكي طعم السنيكر يبقى كده عملنا لهم كل الحاجات الحلوه. طعمه رائع جدا جدا بصراحه مع صوص الكراميل والفول السوداني. هي عامه طعمها وريحتها تحفه. جربوها وقولي ايه رايكم فيها، واشوفكم تاني ان شاء الله في مطبخ صاحي.